انتظاراتك من الحزب المزمع تأسيسه بين حزب العمل ومستقلي القطب وحركة تجديع وحركة تجديد كحقوقية، ماذا تنتظر من هذا الحزب المزمع إنشاؤه؟ والله ننتظر أنهم يبنيوا جبهة قوية باش نجموا يبنيوا الديمقراطية على أساس على قاعدة، خاصة يحققوا هذه الثورة اللي هي العدالة الاجتماعية، اللي اليوم معناها الناس اللي عملت الثورة لقات روحها معناها خارج الحسابات الكل، معناها الناس اللي عملوا الثورة اللي هم المهمشين والشباب اليوم ماهوش لاقي معناها طموحاته ما تحققش. بالعكس اليوم انا نلاحظ اللي فما ربما تراجعات من حيث على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الشباب، ماهوش اليوم قاعد يرى انه فما مشروع اللي قاعد يستجيب. نتمنى وننتظر من حزب قوي انه بالحق يكون في المقدمه في تقديم معناها الاجوبه الصحيحه والمنتظره من طرف اللي قام بالثوره. كملاحظه الان تقييمك الى حد الان عن مسار هذا التوحيد الى حد الان؟ تقييمي انا بالنسبه لي انا بدايه، لكن المهم مش انه المهم هو وضع استراتيجية، المهم انه الناس تكون واضحه طريقه العمل الصحيحه لليوم باش تخلي الحزب اللي بالحق معناها ولا الفكر، لانه احنا اليوم المشكله اللي صايره في تونس انه الشعب معناها من اليوم ما وصلش يفرق بين من بالحق يعمل مصالحه وبين من ما يعملش، معناها تاريخيا وحقيقيا وواقعيا ونظريا وبيولوجيا. معناها التقدميين هما اللي يحملوا الافكار تاع العداله تاع المساواه، واليوم في المجتمع التقدميين قاعدين نظهروا كان احنا برجوازيه، بالنسبه للشعب نظهروا برجوازيه، بينما احنا اكثر ناس ندافعوا وحياتنا كامله دفعنا عن الفئات المهمشه، دفعنا عن الفقاره، دفعنا على القلاله، دفعنا ضد الظلم، ضد يعني اكثر ناس اللي احنا ضد الثراء الفحش واحنا ما يسمى باليسار. اليوم شنو وصلوا في المجتمع؟ اليسار ما عادش يقول وراه اليسار هو اللي يدافع على القيم نتاع المساواه ويقضوا ضد الظلم وعلى العداله، وهو اللي بالحق ضد الثراء الفحش. يقدموا فيهم كعلمانيين. علاش هذه معناها الكذبه الكبرى والحيله الكبرى يلقاوها اليمينيين؟ على خاطر المعركه الصحيحه الاقتصاديه والاجتماعيه ما عندهمش فيها مجهود، لأن الأحزاب اليمينية هي الأحزاب اللي ترى أنه أي طريقة لكسب المال مقبولة على حساب أي كان. وراو اليوم قاعدين نحكيو بالبنوك الإسلامية اللي هي كذبة أخرى، وراو أكبر دليل شو صاير في بلاد الخليج. الكذبة الأخرى هي أنه زكاة، معناها إحنا اليوم ولاو يقولوا للتوانسة الحل نتاعكم هو زكاة، يعني اليوم باش نخليو الناس في الثراء كالعادة، معناها ما فماشي عدالة، ما فماشي مراقبة للناس اللي تنهب في أملاك التوانسة كما صار قبل، ونعطيو الفتات للشعب. وهذه المعركة اللي احنا خاطرنا معناش ربما الإمكانيات ما وصلناش للتوانسة. أنا هذاك نحب نقول للتوانسة، نقول ساعة للأحزاب هذا يلزمكم التوانسة يفهموا اللي أنتم بالحق حاملين قيام الثورة. إن شاء الله توصل الرسالة. فهمت؟ إذا توصل هذه اللي الناس ما يسمى بالعلمانيين هم ماهوش مش حكاية علمانية، هم ناس تحمل في أفكار اللي هي تمن بالعدالة وتنبذ الفوارق الاجتماعية. ونحن أكثر ناس حياتنا كاملة كل واحد منا طريقته في الميدان نتاعو نظلنا ضد معناها المظالم والقهر نتاع التوانسة. ما قبلناش أن التوانسة تقهر أو ما كانش عندنا الهدف ماهوش البلوغ للسلطة. هذا لازم يوصل للتوانسة باش يشعروا أنهم اليوم شكون يمثلهم وشكون يمثل المصالح الكبرى تاع الناس اللي ثراء بأي طريقة ومهما كانت. وإحنا كلنا ثقة في الشعب التونسي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.